مساء الخير، مساء الحب ومساء الهنا لكل من يتابع برنامج خطار. اهلا بكم جميعا اينما تكونوا ومتواجدين وتشاهدون مشوارنا لهذا اليوم. الوطن هو الام، والحنان والفن هو عزف سيمفونيه دراميه منوعه وشخصيه متناغمه ومتناسقه مع ضيف خفيف الظل راقي الاسلوب والحوار، مكتبه وارشيف من الدراما العراقيه اسمه واعماله خالده كالتراث في السينما العراقيه هو الدكتور رياض شهيد. اخوياي اليوم حتى نتعرف على حياته اكثر واكثر، ويكون المشوار اكيد حافل بالاعمال الدراميه والسينمائيه والمسرحيه بالتاكيد. تعالوا يا مساء الخير دكتور، شلونك؟ شلون الصحة؟ لنا الشرف انه اليوم نكون وياك بمشوار خطار بعد غيبة طويلة. شكرا جزيلا، تسلمين. دكتور كلش مشتاقين لك بصراحة. الله يخليك. صار لك فترة طويلة يمكن انت ما ظهرت على شاشات التلفزة، اليوم حبينا نكون في خطار معك. يا اهلا وسهلا بكم، واني يعني بدءا شكر للقناة السومرية، قناة بدأت معها من البداية من الجذور. نعم. وايضا شكر لبرنامجكم الممتع. يعني الحقيقه فعلا صار لي سنتين او اكثر شويه من سنتين ما اشتغلت شيء، يعني لا دراما ولا برامج. ليش؟ ليش هذا الاختفاء يعني؟ والله من اللي ورا؟ طيب والله يعني انا الان مدير عن قناه الجامعيه الفضائيه. الجامعيه. ايه، وهذه قناه يعني تاسيس قناه من صارت لها وقت. بدأت الحكايه من ورقه. تخيل. ورقه كتاب رسمي. شلون تحدثنا عن الموضوع؟ يكلف فلان دكتور فلان ب يعني تاسيس او تشكيل قناه فضائيه للتعليم. طيب. من ورقه حتى تسويها قناه، يعني ايش قد تحتاجين صبر ووقت. يعني هم انطوك الفكره الفكره الصغيره بس على ورقه كتاب وخلاص انت بلشت بهذا المشروع. وصار سنتين تشتغل عليها ولا؟ اي والله يعني يعني صراحه اكلت من جرفي كثير مثل ما يقال يعني. بس الحمد لله انه احنا الان يعني خلال ايام نبدي يعني بث القناه المباشره ان شاء الله، وتكون يعني فد اضافه او منبر يعني جديد لساحه الاعلام العراقي ان شاء الله. ان شاء الله بالموفقيه يا ربي. طيب من هذه الفكره وهذا الجهد وهذا السنتين انت متفرغ تماما لهذه القناه الفضائيه، ليش سميت بالجامعيه ولماذا اختاروا بالتحديد الدكتور رياض شهيد؟ هو اولا انا يعني اصلا بوزاره التعليم العالي. اوكي. ويمكن التاريخ لا يمكن لا شك في ذلك اكيد. الله يخليك. وبعدين يعني اختيار الاسم. اوكي. ردنا اسم من ساحه عمل القناه، هي قناه بالنتيجه منبر للطلبه والاساتذه. فهو وزاره التعليم العالي اساسا تعتمد على الجامعه. يعني تخيلي وزاره التعليم العالي بلا جامعات يعني ماكو وزاره. طبعا. فاخترنا الاسم يعني تقريبا جاي من جنس البيئه اللي راح تتوجه لها هذه القناه، وهي الطلبه والاساتذه بالجامعات. جميل جدا. هناك عمل نرجع للوراء وبدايه رياض شهيد، العمل اللي وضع بصمه في الشارع العراقي عند المتلقي عند الجمهور. انت اي عمل برايك اللي انت وصلك اقرب شيء للجمهور وللناس؟ اكو امان الضاله يعني؟ اكثر يعني امان الضاله هو الخطوه الاولى، وكانت الخطوه الاولى في التلفزيون مع مخرجنا الكبير حسن حسني. بس اكو مسرحيه الارتر اسمها كلهم اولادي. انا اقول كل يعني الفنان كل اعمالهم مثل ابناء، مثل يعني يعتز بهم بكل الاعمال اللي يعني مرت في حياته. ولكن يعني فعلا لما نضال وعمر بن ابي ربيعه وذئاب الليل، وهناك محطات كثيره يعني. محطات رائعه واكثر من رائعه فعلا يعني. اسد بابل وصولا لاسد بابل. تقريبا اسد بابل، لا اسد بابل مو اخر واحد. هو مو اخر واحد وصولا الى يعني هو ايضا هو كان اي قبل سنتين. اي فعلا. طيب هذه السنتين ما مشتاق للعمل؟
يعني مو مشتاق انا يعني وكلي لوعة. يعني يمكن بعد اصبر فد شهر مو اكثر. بس ان اكو بالافق اكو اتفاق على عمل جديد ان شاء الله. اي احكي لنا عن الافق، شكو بيه؟ والله يعني يا ريت اخبار اتصل بي يعني الاخ انت تريدين اكسكلوسيف اتصل بي الاخ سعد هدابي الكاتب. يعني هناك مسلسل العراقية فكروا بي يعني. فكروا بيك؟ لا طبعا اكيد انت حاضر دائما، يعني حتى لو انت غبت، حتى لو 10 سنين مو بس سنتين انت تكون موجود دائما ان شاء الله. يعني الدور تعرفه؟ لا لسه بعد الشخصيات ما توزعت بشكل نهائي لسه، بس يعني هو واحد من ابطال المسلسل ان شاء الله. جميل جدا. زين، ما هو الفرق بين الاعمال الدراميه السابقه؟ خلينا نحكي هسه عن الاعمال الدراميه التلفزيونيه، من بعدها ننتقل الى السينما والمسرح. الفرق بينها وبين الاعمال الدراميه قبل ايامكم، الاعمال الدراميه اللي هسه يعني شنو اللي اختلف فيها؟ هناك اختلاف واضح. هو معروف انه الدراما هي بنت بيئتها، فبما انه البيئه اختلفت الان طبعا لازم تختلف الدراما، تختلف من حيث يعني سواء من حيث الموضوعات، لانه البيئه اللي تتناولها الدراما العراقيه الان اكيد تختلف، او حتى من ناحيه يعني بيئه الانتاج، يعني بيئه التصوير والانتاج. هذا اهم شيء طبعا. يعني أنا قبل أيام أيضا سألوني عن مسلسل مثلا كان في كمسلسل لاهثون. أوكي. يعني عن أيام التصوير وكذا. مثلا هذا المسلسل إحنا اشتغلناه كانت في مزارع 2. كل العمل صار مزارع بمنطقة اسمها عرب جهور. وهي مزارع يملكوها هنا أخوان تجار صياغ صاغة في الكرادة. فأتذكر أنه كنا مثلا 3 بالليل نخلص تصوير ونرجع للبيت. من عرب جهور نرجع لبيتنا. هسه ماكو. صعب يعني هاي وحدة من يعني هاي وحدة من الأشياء، إضافة إلى الأشياء الأخرى اللي يعني أنا أعرفها لأنه أيضا مارست الإنتاج التلفزيوني وأعرف شنو المصاعب، يعني وضع الكهرباء، وضع الشارع بشكل عام، هذا كله يتأثر على الدراما يعني. لكن بالمقابل الكم من القنوات الفضائية الحالية الآن هل هي حالة صحية؟ وفر فرصة فعلا حالة صحية، لأنه وفر فرصة للفنان العراقي بالتنوع. يعني وفر أنا كنا مثلا بالسابق على مدار السنة لأن قناة واحدة صحيح أو 2 كل أو 2 يعني فعلى مدار السنة مثلا 3-4 مسلسلات. الآن لا، يعني كل قناة عندها انتاجات. لكن يعني هي الفضائيات خلي تكون هي واحدة، خلي تكون 2، لكن النتاج هو كان اكثر رصانه يعني بكل شيء يعني طبعا اكثر رصانه يعني هذا الشيء واضح. يعني مثلا اختلاف يعني احنا ما نقول انه الاعمال الدراميه حاليا هي صفر، لا طبعا لا طبعا لا يعني لكن وخاصه بالسنه الاخيره او السنتين الاخيره بدا بالتاكيد. شوفي اكو مبدا الكم يفرز نوع، فهذا الكم الكبير بالتاكيد لابد ان يفرز نوع سواء على مستوى الفنيين. ليش مو النوع يفرز كم واحده؟ النوع يا طبعا لا النوع يعني كان لما مثلا الفنان بالسنه كلها يعني يلوحه او يكلف بعمل او 2 اكيد راح يكرس له جهد اكبر باجور تليق اجور تليق كانت يعني. حتى الاجور كانت سابقا تختلف عن هسه؟ مو الاجور هي كانت بسيطه بس الحياه كانت ابسط فعلا. فبالتالي الاجور كانت رغم يعني بساطه الاجر بس كان الاجر مجزي يعني كقوه شرائيه يعني للاجر اللي يتقاضاه الفنان. يعني هنا هسه شوف مع العلم يعني بس يعني قضيه صغيره انه احنا كجيل في تلك الفتره ما كنا نفكر يعني بمستوى الاجر، ما كثير يهمنا هذا الموضوع بقدر ما يهمنا الحضور، التواصل، نجاح العمل والشهرة. هي هذه طبعا هي هذه اللي راح بالتالي تجيب هذه مهمة. يعني بس هسه من الحمد لله باللهجة البغدادية العامة من حمد الله يعني لا هذه ولا هذه مع الأسف الشديد. طيب هناك موضوع آخر، ننتقل ونروح لحياتك الشخصية
ذكرياتك، ذكريات الطفولة، النشأة الأولى، وين كانت نشأتك؟ من أي منطقة؟ أنا طبعا من ولادة الديوانية محافظة القادسية، وجيت لبغداد مع وصولي الكلية، مع بداية كلية الفنون. اوكي. هذه في أي سنة؟ وبدأ المشوار منا يعني قبل هذا المشوار كانت بدايات في المسرح وكذا، بس بدأ المشوار على مستوى يعني التلفزيون والشهرة مثل ما سميتيها وكذا، يعني بعد أن كملت الدراسة الأكاديمية، ولهذا بدأنا أكاديميون. وهذا جميل طبعا أكيد. زين، كلية الفنون الجميلة، وصولا إلى الماجستير، وصولا إلى الدكتوراه، وهذه المراحل أنت ليش حبيت أنه تصقل الموهبة والنجومية تحديدا والنجومية بالماجستير والدكتوراه بالدراسة؟ نعم. يعني أنا أعتقد هي مهمة للفنان، ضروري لكل فنان في كل الأحوال. ما أقول ضروري لكل فنان، تعرفين يعني أنا الآن مدير قناة، من يجيني مصور دكتوراه أقول له شو أسوي؟ يعني هذا يعني ما ممكن، يعني لو يجيني مونتير مثلا أنت تريد صاحب خبرة، أريد صاحب خبرة أهم. ولكن أن تزاوج بين الخبرة والمستوى الدراسي هذا أيضا، والمستوى العلمي جدا مهم أكيد بالتأكيد، يعني مهم، وأعطانا يعني شيء إضافي. يعني أنا كممثل أعطاني شيء إضافي خاصة أنه أنا على فكرة البكالوريوس تمثيل والماجستير إخراج والدكتوراه تقنيات. ما شاء الله عليك، كل شيء والدراما والمسرح والسينما والعمل والإنتاج، ما شاء الله عليك. يعني توفرت لي فرصة الحمد لله أن أشتغل بالسينما العراقية، وأنا أعتز جدا، كثير أعتز أنه مرت فترة أنا كنت مديرا للسينما العراقية في فترة من الفترات، وأحب كثير أحب السينما العراقية. ليش اكتفينا حاليا بالأفلام القصيرة؟ يعني أين هي السينما العراقية؟ لا، هو حاليا ما في سينما، هي مغيبة. لا، هي معدومة أصلا، هي ما موجودة. يعني حتى التجارب السينمائية المفرحة والناجحة للشباب الآن، يعني بعد 2003 هناك كثير من تجارب انتجوها شباب، لكن انتجوها برا العراق. يعني وشاركوا بها ايضا خارج العراق. طبعا شاركين بها مهرجانات وكذا، بس اغلب الافلام السينمائيه، اقصد السينمائيه مو الفيلم التلفزيوني. نعم. هناك فرق بين السينما والتلفزيون. نعم. تعرفين السينمائي، اقصد ان السينما الشريط ال 35 انتج كله برا، لان لا توجد مقومات ومستلزمات انتاج داخل. بالضبط. ثواني اريد اوصل لهذه النقطه، هي هاي الاسباب الحقيقيه التي تقف وراء تغييب او انعدام السينما العراقيه. طبعا لانه يعني تعرفين انه السينما صناعه كبرى مو سهله، فهذه الصناعه تحتاج الى دعم كبير، ودعم كبير بيد عند العروس تريد فلوس. يعني الدعم هذا الكبير اللي انا شخصيا اقول انه السينما لو، وهذا بكل العالم، لو يعني اما تقوم بها شركات كبرى، شركات انتاج كبرى قطاع خاص، او الدوله. فالدوله متى تقوم بالموضوع والشركات القطاع الخاص ما يجازي فيك مجازفه. نعم. فضعنا ما يستحق الفن، ما يستحق الفن العراقي، شو ما يستحق هذه القدرات الفنيه في كل محفل. نعم. يعني انا شخصيا في كل محفل وفي كل منبر اعلامي او فني نقول ان السينما ترى حرام. السينما العراقيه كانت تاتي بالمرتبه الثانيه بعد السينما المصريه. هاي باي سنه؟ يعني على مدى الستينات والسبعينات والثمانينات حتى الى بدايه التسعينات. طبعا اخر فيلم سينمائي انتج في العراق كان هو الملك غازي عام 92. اوكي. بعد الملك غازي لم ينتج فيلم في العراق الا الان، يعني تجارب الشباب اللي قلت فيها من برا. منو اللي شجع رياض شهيد في الصغر للسير في هذا الطريق وهذا الفن؟ نعم. اللي شجع رياض شهيد والله ماكو احد شجع. اي والله. البابا ولا الماما ولا الوالد. لا يعني لان هم كانت يعني جوهم مو هذا. يعني انا والدي يعني
الله يرحمه كان الله يرحمه. معلم. بيئة يعني بيها تعليم، بس يعني كاتجاه فني او هذا لا. رياض، شجع رياض. اذا ما انتقدوك، ما حاولوا انه يقولوا لك لا هذا طبعا مو صح؟ طبعا كل شيء هواي، لكن انت ظليت مصر. اي يعني لا يعني حكايه طريفه انه انا من قبل كليه فنون ورا 6 اشهر يلا ابوي عرف. هي يعني اكثر واغلب الفنانين يعني يقولوا لي هذه لانه انا اصلا يعني كملت سادس علمي مواجهه وقبلت بالتكنولوجيا ما شاء الله. بعدين من طلع قبول الاكاديميه حولت الاكاديميه، فعلى مدى 6 شهور كان يعتقد اني مهندس. تخيل ورا 6 اشهر، وبعدين لما انعرف بالكارثه يعني خلاص صار امام الامر الواقع يعني. لكن الاصرار هو بنتيجه. انت راضي لحد هذه اللحظه عن الحمد لله ما قدمت؟ الحمد لله انا يعني الحمد لله سعيد بما وصلنا. طيب مشاهدينا الحلوين، ابقوا ويانا راح ننتقل الى مكان اخر. انتقلنا الى احد الكافيهات الموجوده في بغداد وفي العراسات تحديدا. هلا وغلا مره ثانيه دكتورنا العزيز. يا مرحبا بك. ما هي اطروحه الدكتوراه كانت اللي تخصصت بها، وما كان موضوع وعنوان الاطروحه؟ كان يعني مثل ما قلت لك انه انا اخذت بالدكتوراه غير تخصصي بالماجستير، كان تخصص تقنيات، فكانت روحتي عن سيمياء الضوء في المسرح. علم دلالات الضوء واللون في الدراما. من اختار لك هذا العنوان؟ انت اختاريته ولا هناك ناس ساعدوك فيه؟ اختار يعني طبعا يعني تم اختيار فكره العنوان بهالشكل، بس تحديدا العنوان اختار لي اياه كان مشرف استاذي دكتور مالك المطلب. انا كانوا عندي مشرفين اثنين، الدكتور الاستاذ سامي عبد الحميد والدكتور مالك المطلب. حلو. طيب بصراحه هل عندنا هذه المواهب لاستخدام هذه التقنيات بالشكل الصحيح والممتاز البرو؟ عندنا من الشباب من يعني الكبار. الشباب اللي يحاولون صراحه رغم قله التقنيات الموجوده. يعني مثل ما تعرفين احنا حاليا ما عندنا بس المسرح الوطني. نعم. كل مسارحنا الاخرى راحت يعني. مسرح الرشيد يعني مؤلم، ما اريد اتحدث عنه. يعني يا ريت نتحدث عنه يعني لما استذكر مسرح يعني فعلا اتألم، فعلا اتألم لان هو كان يعني لا ابالغ اذا قلت ان مسرح الرشيد كان المسرح الوحيد في المنطقه. نعم. في حينها يعني. بس طبعا بعدين صارت دبي بقيه البلدان مسارح، بس في حينها كان مسرح الرشيد قبله لكل المسرحيين العرب يعني صراحه. ب يعني معماريته وبتقنياته الموجوده. شكرا. طيب. بالمناسبه حتى بعد 2003 نعم. ورغم يعني احتلال وكذا تقلبات ما حصل معروف للجميع، معروف حتى خارج البلد يعني. طبعا. بس مع هذا كان مسرح الرشيد سالم وقدمت عليه عروض بعد 2003 بعد سقوط النظام. حتى بعد سقوط النظام قدمت عليه عروض، وكان لا ينقص الا يعني التنظيف. البنايه كدائره مسرح كبنى تحتيه احترقت يعني. اوكي. بس المسرح كمسرح الرشيد كان سليم.
لكن تفاجأت ورا فترة، يعني طبعا كنت بالدائرة بالسينما والمسرح، بعدين يعني نقلت خدماتي إلى التعليم العالي، ورا فترة سمعت إنه ما باقي شيء بالمسرح الرشيد، قرار مع الأسف. كان احكي لنا عليه وهو بأوج عظمته، بأوج فعاليته ونشاطه. يعني كنت فترة نهاية التسعينات وبداية الألفينات كنت مدير للسينما. اوكي. هو طبعا كانت السينما متوقفة، فدخلنا مدخل عكسي للموضوع، يعني انه سوينا 36 اسبوع سينمائي الله. في مسرح الرشيد، من سينما يعني فرنسية لا سينما كورية لا سينما ولا اروع من هيك حركات، سينما صينيه، سينما هنديه، السينما المصريه، حركه فنيه كل رائعه. فتره نسوي اسبوع سينمائي. جميل. اللافت بالامر يعني اللي لا يمكن ان انساه طبيعه الجمهور اللي كان يحضر. يعني جمهور المتلقي، الحضور، يعني مجتمع مخملي، مجتمع راقي شفاف ويتابع بدقه. بالمناسبه كانت الافلام غير مترجمه، يعني اغلب الافلام اوكي المعروضه، يعني هي الافلام الاجنبيه قصدك؟ الاجنبيه نعرضها اغلبها كانت غير مترجمه، يعني نسوي يعني اسبوع للسينما الفرنسيه. كان يعني المستشار الثقافي الفرنسي كان نعم يعطي للمشاهدين فكره عن الفيلم، والفيلم يتحدث عن نفسه، والغالبيه كانوا يعرفون لغات، يعني اللي يعرف انجليزي، اللي يعرف فرنسي، اللي يعرف، يعني كان الحضور غير هذا. طيب الحضور اللي كان يتواجد، هل هو تحديدا من داخل الوسط ام حتى من الجمهور العادي؟ لا من الناس البسطاء والمواطنين الاعتياديين؟ الوسط الفني طبعا يحضرون نخبه من اكيد من زملائنا يعني في الوسط، اضافه الساحه الاعلاميه والثقافيه والفنيه. نعم. ولكن الغالبيه كانوا من المجتمع البغدادي الذي ابحث عنه لا اجده في الشارع. لماذا؟ اين هم الان؟ يعني معقول صاروا ما ادري. يعني بس عجيبه يا سبحان الله. يعني مع العلم يعني ما يخالف، لكن احنا ما نخلي مثل ما يقولون لمن يشاهدنا ويستمع لنا في هذا المشوار، ما نخلي الظرف هو يحتم علينا. يعني ليش ما احنا يعني قابل ما نقدر؟ بالعكس اليوم اصبح الانترنت، اصبح الانفتاح على العالم، اصبح السفر اكثر، الاطلاع اكثر، يعني نقدر انه احنا نخلي نفسنا ناس شفافين ومتذوقين للفن. أين التقصير من الفن، من الفنانين، من الممثلين، من النقابة، من المسرح، من المتلقي والجمهور؟ اكو تقصير وكاحات بالموضوع. يعني انا ما اريد ادخل بتفاصيل الموضوع، لكن اقول بشكل عام. هي مو وكاحات صدقني دكتور، لكن لازم نحكي بصراحة. اكيد اكيد، بس انا اقول ان البيئة اساس. نعم. البيئة اليوم غير البيئة بالامس. لا اقصد البيئة بمعزل عن هذا كلام ليس سياسة، انا لا اتكلم في جانب المجتمع العراقي. واضح. المجتمع العراقي الذي كان بالامس غير المجتمع العراقي اللي كان اليوم للاسف. هناك لهات مادي، هناك بالرغم من المادة صارت افضل، الوضع المعاشي صار افضل. نعم. بس الوضع الذوقي تردى. نعم. يعني ذائقة المتلقي، ذائقة الجمهور، ذائقة الناس، أخلاقيات الناس اختلفت. نعم. يعني حتى في الشارع احنا كنا معتادين من تجي سيارة شوية سريعة الآخر يوقف يقول له تفضل. أبسط شيء يعني، أبسط مثال. أبسط قضية يعني. نعم. الآن هذا غير موجودة. ربما تعب الناس من الوضع الحالي. نعم. وتحديدا الوضع الخدمي، ولهذا نقول دائما كلام يعني سوري ما اريد ادخل بالسياسه، بس اقول للسياسيين نعم. اتركوا كل شيء واهتموا بالخدمات. الخدمات تبني بلد. ليش تبني بلد؟ لانها تبني انسان. الانسان لما تكون الخدمات متاحه له اخلاقياته تختلف، وضعه يختلف. يعني انا دائما اقول مثلا مثل واحد يصعد بالصيف بالعراق بسياره ما بيها تبريد، ويصعد سياره بيها تبريد، اخلاقه تختلف صدقيني. غير اخلاق يعني الصيف. هو بالتالي هو انسان راح يتحسس كل شيء ما حوله، يعني اذا كان شارعك نظيف وخدماتك متوفره ومرفه على اقل تقدير. بالمناسبه كنا نعرض افلام بها قدر عالي من الجرأه يعني.
الله. لكن لا تشكل لا خدش في الحياه ولا يستقبلها الجمهور بشكل يعني لانه واعي. لان اكو وعي. اكو فكر واكو وعي واكو ذائقه راقيه. نعم. يعني تمنيت هسه اني انولد بالايام الستينات والسبعينات شلون لا يعني؟ هو ما يرجع للزمن اللي ورا يعني. ما يرجع، المفروض نتقدم ونتحسن. لا احنا انا دائما اقول انا عفوا. انا احب بكره اكثر من الامس. طبعا هو لازم. انا شخصيا احب بكره دائما. واقول انه لابد ان يعني نستخدم نافذه الغد على وسعها. لازم نؤمن بالغد يكون افضل، لازم اقول لازم يعني ليش؟ لان هذا مسؤوليه الكل. احنا نشدد مسؤوليه الكل ان شاء الله. ان شاء الله. 2000 رساله انسانيه دخل اليها الطارئون والمنغصون صح التسميه. في رايك شو تقول؟ ماذا تقول؟ الفن هو رسالة سامية. نعم. ورسالة إنسانية، وما أروع من هذه الرسالة. دخل إليها الطارئ، دخل إليها مناغص، دخل صح. للأسف وايد دخلوا يعني مع احترامنا للجيدين. نعم. مع احترامنا للشباب، أنا كلش مع الشباب يعني، لأن هم عليهم مسؤولية تقنية. طبعا. بس دخلوا طارئين كثار للساحة الفنية، وللأسف بدوا يعني طفت الكهرباء. احنا بغداد. اكيد طبعا. يعني للأسف مو بس دخلوا يعني للوسط الفني، بس أصبحوا متنفذين بهذا الوسط، وهذه خطورة. هذه كارثة يعني، هذه فعلا هذه خطورة. لما الطارئ يصير متنفذ مشكلة. طبعا. شلون راح تقدر تحلها ما تعرف، الله اعلم. طيب راح اتركك انت والعصير تاخذ راحتك وتشرب على رواق. راح ننتقل ايضا الى مكان اخر. ما زلت في فن المحبة طفلة، فاتنا في الحب تقتل حبنا إن الحروب. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا بنكون في احد الفنادق الموجوده في بغداد. يعني هذه الفنادق كلش حلوه، اجواءها جميله، تحسسك انه شويه الوضع امن واحلى. والله يعني بس شيء مسر يعني ان واحد يقول في بغداد بعد اكو حياه واكو فنادق بهذا المستوى. دكتور رياض، جت حضرتك هذه الفتره اللي مضت كلها انت يمكن خارج العراق صحيح؟ صارت فتره بسيطه. اي يعني ما كثير بقيت برا يعني، اروح وارجع يعني. بس اطول فتره بقيتها تقريبا سنه هيك. خارج العراق. طيب بدي اشوف اكو بازار، اكو محل كلش حلو. شنو تذكرك هاي الاغراض؟ كله تراث يعني، تراث عراقي هو. تراث. شوفي يا ريت كلش احب هذه فعلا التراث العراقي والاغراض العراقيه القديمه. الله، والنحاسيات. هاي بونشور. القيثاره كلها صناعه عراقيه هذه. ها making كربلاء. كربلاء حلوه. تحتفظ بهذه الاغراض عندك؟ شغلات من الصور القديمه مال الملك. وصورتي مثل فيلم بابل قبل 50 سنه. انت والله اي فيلم مثلت؟ ابوي مثل علي وعصام. ايام علي وعصام وطاهر وزهره. هذا اني مثل هاي قبل علي وعصام ابراهيم جلال الله يرحمه. رحت جاي انا رحت وياه لاستديو بغداد، داروا لك الصوره مالي. كيف الصدفه؟ استوديو بغداد كان يعني بالمنطقه كلها اكو استوديو القاهره واستوديو بغداد بس. هذا والدي. حلو. هذا مثل فيلم فتنه وحسن. بس لو تسمح على الكاميرا. إيه. انا كان عمري 10 سنين اروح للاستوديو عشان بغداد فارغه. طبعا. ويا بالسياره واقعد وفد هذا اكو ازدحام بالسيارات؟ فارغه بغداد بس العرباين. انا مواليد 40. ما شاء الله ما شاء الله العمر كله 70 سنه ما شاء الله العمر كله. احب الرومانسيه والحب. لسه بعد يعني انت طبيت يمي حبيتكم.
ويا عبد الحليم. تسلم شكرا. هذا صور. ب 63 غنيت اغنيه في يوم في شهر. حتى ابوي صحني قال لي تعال كان عبالي شنو انت تعال ما شاء الله ما شاء الله يعني. ابي افر الشوقي. زين انت يعني انت شوف الصدفه من اسرتنا يعني. من نفس الاسره. مره اجى العفو قاسم بالمسرح. قاسم ملاك؟ لا نام المسرح. ايه قاسم ملاك كان. لا غير وعندي محل بسوق الصفافير يا بابا. انت تشتغل يعني؟ لا ما اشتغل بس ابيع واشتري. محلك بس اللي فكره هاي قديمه هاي جديده وجوني من الشخصيات السود. اكيد يوسف وهبي، رئيس وزراء مالطا، رئيس وزراء فرنسا بختي. طيب بهذا المكان اكثر حاجه ترمز الى بغداد واكثر اثر هنا موجود قديم عندك شنو هو؟ Take a picture please if you like. I want to give some a present for my daughter as well. أعطيك هدية. ثانك يو. بس يعني انتم هذا محضرين له ولا مصادفة؟ يعني صدق والله؟ صدق يوميا نهائيا محضرين لهذا الموضوع. اشوف الوجوه الحلوة. ما احب انام بالبيت وبتمددوا بالسوفا واقول للمرت تعطيني شاي اقول بالسوفا. محب للحياه دكتور. هذه الالوان وهذه المواضيع ايش تحب؟ هذه الخرز وعالم اي طبعا حلوه. هذا من هذا شنو الحجر؟ هذا شدر. فتح شيء كلش حلو لطيف. هو الفيروزيات حلوه. فيروز حلوه كلش حلو. عشت يدك. تعرفين هذا شو اسمه؟ سجادة. صح. خردة ما عندك. شو اسمها دكتور هاي؟ هو يقول لك. هذه شنو اسمها هذه؟ هاي هدية إلك. شكرا. It is talisman for love stone. Yes, thank you very much. يا وتريدين يلا. لازم انا هدية يعني. لو تجي تديها. لك هدية تعطيها. استحي يعني بنية يقول هاي هدية يعني استحي اريد مثلا. ولا وانت ما مبين عليك تستحي اصلا انت عاشق كبير. الله يخليك. يا وتريدين. راحتكم انتم اللي يعجبكم. بس هذا شوي جو وذ اسود هاي. دقيقة دقيقة. اي خلينا نشوف الكيك احلى. تطلع اشياء احلى. هذا اعطيها هدية في ولد يعني ما بس هي حلوة. اي فعلا. هاي هدية اللي شكرا. ولا كم هدية؟ لا ولا ما يمكن هم شايفك بالتلفزيون شايفك بالافلام هذه ما ترى داير. يعني يعني الدكتور رياض شهيد اكيد من ممثلين العمالقه الموجودين بالعراق اكيد غني عن التعريف يعني. اشوف الافلام القديمه انا احب الافلام القديمه افلام يعني مال ب 62 بالستينات. انت تحب السينما اكثر من التلفزيون؟ محمد شكري جميل صديقي كان يجي. محمد اول ما قدم لي بالسينما بفيلم الفارس والجبل. ذكريات جدا رائعه. اخو صباح الحفظ محمد صديقي محمد هم كذا اروح للاستوديو. انت معقوله هيك جيتي بالمصادفه يعني؟ والله بالمصادفه صدقني يعني اشكرك شكرا جزيلا. شكرا تسلم. شكرا جزيلا. هذه شكرا جزيلا. ما اقول لك قدامكم فرصه سعيده جدا. قاعد اونس نفسي. I look like become old. يس. ولما واحد يقول لي عمرك 40 50 كيف مو اقول استغفر الله ابوش من السؤال. ما لا خلاص ما من بهالسوالف. شلونك؟ الحمد لله شكرا. بس ما شاء الله يعني انت picture my heart. يلا دكتور. شكرا. واخذكم مبالغه. لا بالعكس. شكرا جزيلا. حبيبي مرنا بطل ان شاء الله. مر شو دات بيكم. الله يخليك. فرحتوني. My heart became very. ان شاء الله مرنا. تسلم لي ان شاء الله. بس احب حبيبي انت. اي والله نجيك ان شاء الله. المدام من الشخصيات. ان شاء الله. شخصيات يعني انا اللي ضرب. شكرا كلك دكتور. Good luck with you. Thank you. الله يحفظك. Thank you very much. Nice to meet you. دكتور يعني هذا البازار والمكان تخيل المصادفه والله بالمصادفه. لا ولا هاي استاذ غزوان. لا ولا خطيه نهائيا. فعلا المكان يعني بيه البازار وبيه التراث وبيه ايضا البيانو يعني. هل هناك موهبه اخرى غير التمثيل غير الاخراج غير الانتاج؟ يمكن انت تعزف على يعني
ردت اتعلم ما قدرت تتعلم. ليش ما قدرت؟ ما كان الوقت الوقت اغلبا بالمناسبة التمثيل مو سهل ترى. الناس تصور التمثيل قضية سهلة. لا مو سهلة، وقت وتطي ولازم تدخل بالمود. وبعدين كل شيء تعلمنا بالتمثيل، مو مثل يعني مثلا فروسية. تعلمت الفروسية والله. زين، تسمح لي اقعد انا هنا؟ اوكي سوري. الله يا ريت اعرف يعني هيك نعرف شويه بس. والله انت تعزفين؟ نهائيا اتمنى تعرف تعزف حتى لو شويه. بس الله، تحضر هذه الحفلات، تحضر هذه الامسيات قبل دكتور ولا؟ كانت في مسرح رشيد، كانت موجوده. كانت هناك عزاف عازفين معروفين طبعا. من بين الاسماء، لا هو قبل مسرح الرشيد كان قاعة الشعب. اوكي. مخصصة للفرقة السيمفونية الوطنية. فكان كل خميس حفلة للفرقة السيمفونية الوطنية في قاعة الشعب، يعني تمتلي طبعا قاعة الشعب شايفتها انت. اكيد. يعني حتى الطرازية قاعة الشعب طرازية ملكية، فكانت يعني كان ايضا يعني تقليدي جميلة وحالمة. يا ريت لو اعرف اعزف، ويا ريت لو نتعلم في يوم. طيب ايش تعني لك الموسيقى؟ الموسيقى غذاء الروح طبعا، لكن انت لما تسمع من المطربين وانت اثناء تنقلك بالسيارة، رحتك جيتك. يعني الموسيقى غذاء الروح قد يبدو اصطلاح تتفق عليه او متداول، بس الاهم من هذا ان الموسيقى يعني سيمياء للعالم كله. يعني بأي مكان بالعالم ممكن يفتهم الموسيقى، ممكن ما يفهم لغتك، ممكن ما يفهم تقاليدك، أخلاقياتك، سياقك بالحياة، بس الموسيقى ممكن يفتحها. بالتالي بدليل يعني احنا نسمع موسيقى غربية ونسمع موسيقى شرقية ونسمع موسيقى قديمة ونسمع الكونتري ميوزك ونسمع كل أكثر الموسيقى الميوزك أو أكثر المطربين اللي تسمع لهم؟ أنا ما محدد بالموسيقى، يعني عندي مثلا يعني DVD أسمع به باستمرار موسيقى عالمية، هذا جزء من شغلنا. لأنه نحتاج أن ننتبه باستمرار السماع. بس بالمقابل يعني أو يعني إضافة لهذا أسمع يعني مختلف أنواع الموسيقى. أنا أحب فيروز كثير. فيروز صباح أحب يعني أنت قصدك من الجداد يعني الجدد، من الجيل الجديد أو حتى من الجيل الجديد، يعني هو طبعا جيل الزمن الجميل أيضا. يعني القيصر هذا يعني أبو وسام. نعم. وأحب أصالة كثير. الله فعلا معروفة. حلو. من القدامى كثير أحب نجاة، يعني ما زال أحتفظ بها يعني. طيب شلون تقضي اليوم؟ فقط عمل نهائيا ما عندك فد بارت من هذا اليوم يكون مميز عندك طقوس خاصة لك لرياض شهيد؟ أنا أعتقد أكو شيء، أكو وقت مستقطع من يومنا كنا، صح؟ هو ازدحام الشارع. يعني هذا أنت يعني ساعتين باليوم، ساعتين ثلاثة، هاي مشمورة على سطح. صحيح، رايح وكفر يعني قضية ويا ريت مريحة، هي مثيرة للأعصاب. هي مستقطع إجباري ومؤذية يعني للأعصاب. كان تقليد زمان. نعم. التقليد كان مثلا أفضل مكان تقرأ به كتابك إذا كانت رواية أو قصة قصيرة هو موقف باص المصلحة، ولما تصعد بالطابق الثاني من باص المصلحة تقرأ، تتفرج على ضربات. فعلا يعني خاص. هذا آخر كتاب قريته؟ أنا يعني حاليا لأنه عندي بالإضافة للشغل بالقناة عندي يعني محاضرات أسبوعية، عندي تفرغ يوم بالأسبوع. الكلية؟ كلية الفنون. كلية الفنون، جميل. فشوي هي يعني لهذا الموضوع. شلون مستوى الطلبة الفنيين بصورة عامة بالكلية بصراحة برأيك؟ والله أنا يعني أعتقد أنه الطلبة الآن
شوفي مو الآن، يعني دائما الطالب وجهة نظر الأستاذ. لما الأستاذ ينطي مادة جيدة أنا أعتقد الطلبة يكونون متفاعلين معه. لما يجد أن الأستاذ مثلا يريد يعني يشخط يوم مثل ما نقول، لا شلون تعاملهم وياك وشلون حبهم؟ لا أنا دائما طلابي أصدقائي. اي حلو، أحلى شيء. يعني دائما أقيم علاقة صداقة معاهم، و يعني الحمد لله من أول محاضرة قلت لهم قضية يعني ما له علاقة بالغيابات، هاي الكلية تفصل ما تفصل، بس أنا اللي يغيب 3 محاضرات يرسب. هسه ما عليه يفصلون ما يفصلون، بس يعتبر نفس راتب. فالحضور مثلا عندي ممتاز، التفاعل ممتاز جدا. بالمناسبة ما اسوي يعني طريقة الاملاء، يعني محاضرة يعني القيها وهم يكتبون، ما عندي شيء نهائيا. لا، محاضرة قائمة على الحوار احلى شيء والعصف الذهني، وممكن مرات يعني غالبا بتكون تجربة هو لابد انه يكون هيك تعامل، ولهذا يصيرون متونسين يعني. نتفاعل وياك. نتفاعل. دكتور، ماذا تعني لك المرأة في حياتك؟ ماذا تعني لك المرأة في حياتك؟ إن كانت الزوجة، الأم، الصديقة الحبيبة تحديدا. يعني أنا يعني عندي وجهة نظر خاصة بهذا الموضوع. أوكي، المرأة نصف الدنيا، المرأة نصف المجتمع، المرأة نصك الحلو طبعا. وليس المر بس الحلو؟ لا يعني المور شوفي المور الاثنين يقدرون ما يسووا مور ويقدرون يسووا فعلا. يعني المرأة سر، إن لم تكتشف هذا السر ربما يقتلك، يعني ينهيك كرجل. أنا أتحدث الآن من زاويتي. شلون ينهيك؟ ينهيك لأن ما اكتشفت هذا السر. قادرة. إيش قد نعتبر المرأة رقيقة وشفافة لكن إن كيدهن عظيم. هذا قصدك؟ مو بس بالكيد، مو بس بالكيد. المرأة عندها أسلحة كثير فعالة، صح، ودقيقة، وسلاح ماضي يعني. بالتالي ممكن أن يعني تنهار حياة رجل بسبب امرأة، أو غالبا هكذا. إن لم يكتشف السر. أنا من وجهة نظري يعني لا توجد امرأة يعني مثلا لا توجد امرأة قبيحة من وجهة نظري، غير جميلة. صح. كل امرأة بيها سمة من سمات الجمال مثلا. لا توجد امرأة لا تستطيع ترويضها يعني أو ترويضها. هو الرجل بإمكانه أن يقيم علاقة صحيحة شو وقت لما يكتشف سر هذا المرأة، لأن كل مرأة بها سرها الخاص، ما يتشابهون النساء بالمناسبة. والرجال لهم أسرارهم طبعا يعني. بس الرجل يقرأ. أنا وجهة نظري الرجل ممكن تقرأيه أسهل من المرأة. لهالدرجة. المرأة قراءة المرأة أصعب، يعني الوصول إلى أسرارها يحتاج يعني خبرة وحنكة ودراية وبحث وتقصي إلى أن توصل إلى مرحلة أنه شلون تخلق يعني توائم بينك وبينها. العنصر الذكوري هو مدى ينطي المجال إلها ولا هي خايفة من المجتمع؟ المجتمع ذكوري منتهي من عند هذا. ولكن ما تحقق المرأة من فرصة على أقل تقدير في العمل السياسي لم يتحقق سابقا لا في العراق ولا في المنطقة على أقل تقدير. وهل نجحت؟ ولكن المرأة لم تستثمر هذه الفرصة للأسف. شلون ما استثمرتها؟ يعني عندما تصل إلى موقع القرار أو خط القرار تلاقيها هي ما موجودة برأيك؟ لا يعني أنا يعني لا أزعم أن الجميع يعني هناك يعني رموز جيدة للمرأة العراقية الآن في العمل السياسي، ولكن الغالبية العظمى من النساء في الوسط السياسي
يعني ما استثمرت الفرصة، بقت هي مهمشة نفسها. يعني اللي من تدعي من النساء بأن المرأة مهمشة، أنا أجيب عن ذلك بأنه ليش فلانة ما تهمشت. هي مثلا على سبيل المثال البرلمان، البرلمان توجد امرأة، هم نفس الحقوق نفس الواجبات نفس الامتيازات، بس اكو واحدة استثمرت الفرصة ومهمشت نفسها، والاخرى اثبتت وجودها، والاخرى همشت نفسها. نعم صحيح، استثمرت الفرصة. والفن اعتقد المرأة تحتاج يعني الى تحتاج إلى دعم الرجل إلها في المجتمع العراقي. خلينا نكون صريحين. يعني اليوم المطربة، يعني كثير من الأصوات عندنا شابات وكثير من الأصوات النسوية رائعة وأكثر من رائعة. يمكن حضرتك أنت تسمعهم بكلية الفنون الجميلة بمعهد الفنون الجميلة. وأيضا حتى بالتمثيل، يعني مو معقول أنت لا تمثيل ماكو، تمثيل هم موجودات، يعني هناك جيل بس هم ما يدخلون لهذا الجيل اللي راح، يعني الجيل الوسطي يعني يسموه الرائدات، بس الجيل الوسط من الممثلات العراقيات لم يأتي بديله. الوسط تقصد كاسم؟ الوسط الفني مثلا. دا فهمك. من بين الأسماء هذه تذكر لنا كم اسم يعني مثلا؟ يعني جيل سهى وشذا وبال وهديل وهند يعني كثير من هذا الجيل من الممثلات ما نسدد الشاغر هذا. يعني اكو طبعا جدتي، يمكن آلاء جدتي متأخرة على هذا الجيل. إيناس فترة يعني اختفت، يعني ما أدري ما موجودة يعني إلا في مسلسل عرض على الشرقية. فبشكل عام يعني ما تجدين قلق بالحضور النسوي في الساحة الفنية ولا في الساحة الثقافية ولا الساحة الثقافية. والأسباب هي واضحة ومعروفة أكيد، هي طبعا يعني المشاهد للمتلقي ولك أيضا ولي أيضا، يعني أسباب معروفة. طيب دكتور، بس لنكون احنا ثقلنا عليك بالمشوار اليوم، هل هناك موضوع، هل هناك معلومة يمكن انت تحب تقولها وتوصلها للمشاهدين ويمكن انا سهيت عنها او ما حشيت فيها؟ لا بالعكس، انت يعني موسوعية، يعني قدرتي يعني تلمين بكل تفاصيل الموضوع. لكن يعني اقول انه الموضوع اللي نفكر به دائما هو بكره. الله اهم شيء. ألح على القضية فعلا. انا حتى مع طلابي الكلية اقول لهم لازم يفكرون انه شلون نصنع الغد، شلون نصنع بعد اسبوع، شلون نصنع بعد سنة، خاصة احنا في نهاية يعني السنة لازم تكون عندنا يعني ابتسامة مشرقة على السنة القادمة حقيقية، مو شعارات. وحتى السياسيين يقولون سنة عام الخير وعام، بس هو كلام. لا احنا نريد شلون نقدر نشتغل بهذا الاتجاه بحيث يصير يعني نوصل إلى فعل حقيقي لمستقبل أفضل. أحييك على هذه الرسالة الأكثر من رائعة بصراحة، وإن شاء الله كل الناس اللي تشاهدنا أنه تعمل بها، لأنه إيد واحدة ما تصفق مثل ما يقولون، لازم أنه الكل تتكاتف. شكرا جزيلا لك بنهاية الثواني والدقائق الأخيرة لبرنامج خطار. شكرا جزيلا أنه هاني سمحت لي الفرصة أنه أكون معك، وشكرا جزيلا لهذا الكادر الأكثر من رائع أيضا اللي دائما يرافقني في مشوار خطار. طبعا ما شاء الله عليهم كلش هواية، أسمائهم أكيد راح تكون هي على التايتل بنهاية الحلقة. منال المعتصم سوف تقول لكم إلى اللقاء، وكل سنة وأنتم طيبين. سنة 2013 لازم نكون موجودين وعراق أجمل وأحلى كالسومرية وكمنطقتكم بالسومرية. إلى اللقاء.
الحب مواجهة كبرى إبحار ضد التيار. الحب مواجهة كبرى إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار.